الحسد ورايا ورايا فيفي عبده في العيد العجل هرب والخروف انتحر. شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها بموقف طريف تعرضت له في أول أيام عيد الأضحى بعدما واجهت أزمة مفاجئة مع الأضاحي الخاصة بها ما اضطرها لشراء أضاحي أخرى بدلا منها. كانت نشرت فيفي عبده مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام قالت فيه: العجل هرب وكان عند خروف فوق السطوح انتحر ورمى نفسه من الدور الخامس، اضطرينا نشتري حاجات تانية وكل سنة وانتوا طيبين وربنا يعوض علينا في اللي راح. الحسد ورايا ورايا. ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا من متابعيها حيث انهالت عليها التعليقات الإيجابية والمعايدات، من بينها فداكي يا فوفا وربنا يعوض عليكي خير وكل سنة وانت طيبة والعين مش عايزة تسيبك يا فوفو. في سياق متصل أو منفصل كشفت فيفي عبده للمرة الأولى تفاصيل أزمة لقب الأم المثالية بعد مرور 12 عام على الجدل الذي أثير حول تكريمها بهذا اللقب، مؤكدة أن هي تعرضت لظلم كبير وقتها رغم أن نيتها كانت المشاركة في عمل إنساني فقط. وفي خلال ندوة تكريمها أوضحت فيفي عبده إن هي كانت تكرم بشكل دائم في عدد من المناسبات خلال فترة تقديمها برنامج أحلى مسا على قناة MBC. تلقت دعوة من نادي الطيران لحضور فعاليات للتكريم فقدت ابنتها بهدف دعمها نفسيا ومواساتها، وأضافت إن المفاجأة كانت إعلان تكريمها هي أيضا بلقب الأم المثالية دون أن تكون على علم مسبق بالأمر، ما تسبب وقتها في موجة هجوم وانتقادات ضدها. وقالت: انا رايحه اعمل خير لقيت الدنيا اتقلبت عليا، مؤكده ان هي شعرت بظلم شديد بسبب سوء فهم الموقف، خاصة ان هي لم تطلب اللقب لنفسها وتابعت ليه ما كنتش ام مثالية، مصر فيها ملايين الامهات المثاليات وكل ام بتعرف تربي ولادها تبقى ام مثالية.